لما الإنسان بيسب الدين الأرض والسماء بيتهزوا، وملك الموت بيقول يا رب عبدك بيسبك سيبنا اقبض روحه، والأرض بتصرخ وتقول يا رب عبدك بيسبك وأنا شايلاه سيبنا ابلعه، والبحار موجها بيعلى وبتقول يا رب سيبنا غرقه، والجبال بتتهز وتقول يا رب سيبنا نهيه، والسماء بتقول يا رب عبدك بيسبك سيبنا مطر عليه حجارة، حتى الشمس بتقول يا رب سيبنا احرقه. لكن ربنا بيرد ويقول لو خلقتموه لرحمتموه، سيبوني أنا وعبدي، لو تاب فأنا حبيبه، ولو أصر فأنا طبيبه. طبعا يا جماعة الكلام اللي اتقال في الفيديو ده كله لا أصل له، يعني ليس بحديث ولا رواه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا يا جماعة عايز أبلغ حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أبلغ حاجة صحيحة فعلا رواها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنا عارف إن اللي عامل الفيديو ده بيحذر الناس من سب الدين، وهو فعلا سب الدين كفر وطبعا من كبائر الذنوب، لكن عايز تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بحاجة صحيحة. لأن الفيديو يا جماعة يعني متهيالي حوالي 20 أو 30 ألف مليون مشاهدة، الفيديو داخل على مليون لايك، ولاقي كله كلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت عايز تبلغ حاجة جزاك الله كل خير، بلغ حاجة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يا جماعة فعلا سب الدين كفر، سب الدين يخرجك من الملة على طول. وفعلا للأسف الشديد الشباب اليومين دولت يعني سب الدين في لسانهم زي ما بيقولوا زي اللبانة، سبحان الله. تلاقي شاب صغير عمال يسب الدين. يا جماعة الدين ما فيهوش استهتار، الدين ما فيهوش هزار. تقول لي ده انا بهزر، ده انا مش واخد بالي. لا يا حبيبي، ده دين. الدين يا جماعة مش سهل، الدين عظيم. فسب الدين يا جماعة كفر. اوعى تسب الدين، واوعى تعود نفسك على سب الدين، لان سب الدين يا جماعة يخرجك من الملة على طول. لازم عشان تسب الدين تتوب الى الله عز وجل. والعلماء قالوا ان انت تنطق الشهادتين على طول، تقول الشهادتين، ما انت خرجت من الملة. فيا جماعة سب الدين ما فيهوش هزار. اوعى تسب الدين في هزار في جد في اي حاجة. ابعد عن الدين، ابعد عن دين الله عز وجل. بارك الله فيكم واصلح حالكم. ويا ريت يا جماعة اللي ينشر حاجة بارك الله فيكم يكون متأكد من المصدر حتى لو بحسن نية. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.